يروى أنه كان لسيدنا سليمان وزيرا يحبه كثيرا، وكان هذا الوزير مقربا منه وعزيز عليه. وفي أحد الأيام دخل ملك الموت على سيدنا سليمان على هيئة رجل، وجلس صامتا ينظر إلى ذلك الوزير نظرات طويلة وعجيبة. فلما خرج ملك الموت ظهر القلق على وجه ذلك الوزير، وقال: يا نبي الله، من ذلك الرجل الذي كان عندك؟ لقد نظر إلي نظرات أرعبتني وأخافتني. فأجاب سيدنا سليمان: هذا ملك الموت. فقال الوزير برعب: أرجوك يا نبي الله، مر الرياح أن تحملني إلى بلاد الهند، فإني أخاف على حياتي. وكان الله قد سخر الرياح لسيدنا سليمان، فأمرها أن تحمله فورا إلى بلاد الهند، فحملته وغاب. وبعد أيام جاء ملك الموت مرة أخرى وقال سليمان عليه السلام: لماذا كنت تنظر إلى وزيري بتلك النظرات؟ لقد أرعبته. فأجاب: كنت أتعجب فقط، فقد أمرني الله أن أقبض روحه في الهند، وكنت أراه جالسا عندك هنا في القدس، فتعجبت كيف سيكون ذلك. ولكن عندما أمرت الرياح وجدته في المكان الذي أمرني الله أن أقبض روحه فيه، فقمت بذلك. العبرة من القصة لا مهرب من قضاء الله، ولا يمكن للإنسان أن يهرب من أجله وقدره. وصدق الإمام علي كرم الله وجهه إذ قال: كفى بالأجل حارسا، فأجل الإنسان يحرسه، حتى إذا حانت منيته سلمه إلى الموت. إن جاء أجلك فأنك ستساق إليه مهما ظننت أنك في أمان. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. طبتم وطابت متابعتكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا. في أمان الله.